في مقطع فيديو متداول وخارب الدنيا لزعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله، خلونا نسمعه ونشوفه مع بعض. هل لبنان أهم لأوروبا من مصر؟ هل لبنان أهم للسعودية من مصر؟ هل لبنان أهم للخليج من مصر؟ شو بينقص دول الخليج؟ أنه تجي 100 مليار و200 مليار و300 مليار، يحسبوا حالهم عم يلعبوا فوتبول، وتستنهض في دولة عربية على حافة الانهيار، في دولة عربية على حافة الانهيار. هلا شو بدنا يعني من سوء حظنا انه بمصر رغم انه في لاعبين كبار ومهمين ومحترمين ودوليين، بس ما عنا لا رونالدو ولا عنا ميسي. قبل ما اتكلم ولا اعلق، في فيديو ثاني حابه اذكركم فيه، بس بالله هذه المره ركزوا واسمعوه كويس. نحن يا خيي على راس السطح موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران. طالما بإيران في فلوس يعني نحن في عنا فلوس، ومالنا المقرر لنا يصل إلينا. يا سلام يا سلام. طيب ايوه بالضبط، هذا هو نفس الشخص لكن في زمنين مختلفين. كان في الأول شايف نفسه بيتفاخر بدعم إيران له، يا أرض اشتدي ما عليك قدي، واليوم بدون خجل وبكل جرأة بيتسول الدعم المالي من دول الخليج وخصوصي من السعودية. لا وبيقول البلد على حافة الانهيار. طب مو من عمايلك هو على حافة الانهيار؟ هو كده انهار لوحده؟ يعني ما البلد انهارت من وراء تمويل وتدريب العصابات الإرهابية والمعسكرات وغيره من نشاطات حزب الله. وعلى فكرة في نقطة مهمة أبغى أقولها، يعني في الفيديو القديم اللي شايف نفسه فيه في بالدعم الإيراني بيقول ما دام في فلوس في إيران فنحن أمورنا بخير. طب تفضل روح، ليش ما بتطلب منهم؟ يعني خلاص خلصت فلوس إيران وقلت خلينا نغير المسار ونطلب الدعم من دول الخليج. الخلاصة يا جماعة بيلخصها يعني صراحة المثل اللي بيقول إن لم تستحي فافعل ما شئت.